بيراميدز اتعادل مع المصري 2-2 في تاني تعثر لنادي بيراميدز في اول 3 لقاءات ليه في الدوري، بعد التعثر اللي شفناه في اول لقاء قدام وادي دجله. ففي 3 لقاءات بيراميدز بيحصل على 5 نقط بس في بدايه، وتعثر غريب جدا وغير متوقع لنادي بيراميدز. بس اللي انا جاي اكلمك عليه مش نتيجه المباراه، اللي انا جاي اكلمك عليه حد اتفرج على عمر الساعي يا جدعان؟ عمر الساعي اللي الثالث لقاء بينزل كبديل وبيعمل مساهمتين، بيعمل هدف في الماتش اللي فات لما نزل بديل، وبيعمل هدف امبارح في بيراميدز اروع ما يكون. لعيب داخل في وسط 5 لعيبه، كره جايه له على رجله الشمال الرجل الضعيفه، بيعدل على اليمين ويلم الاولاني ويحطها في مرمى احمد الشناوي وفي وسط دفاع بيراميدز. اللعيب ده يا جماعه ياما صوت اتنبح ان هو ياخد فرصه. اللعيب ده كريم ندفد كان بيلعب عليه، اكرم توفيق كان بيلعب عليه، اي لاعب في نص الملعب كان بيلعب عليه، ممكن اللعيبه ما كانتش مكانه نص الملعب كانت بتلعب عليه. في ايام كاس الرابطه لما الراجل كان بيجرب الشباب كان بيلاعب لعيبه وبيقعده هو بره ويلعب هو جناح ويلعبه في مركز مش مركزه. انا اتمنى تكون اداره الاهلي تتحرك ان هي ترجع اللعيب ده في يناير، او بالكتير قوي يبقى هي السنه دي ويستوي ويلعب معاهم كونفدراليه، ويرجع لنا اخر السنه دي موهبه تستحق ان هي تتقل نص ملعب النادي الاهلي.